الله وبركاته مرة تانية من قناة الكاموفاي. معاكم محمد رضا. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على كل التفاصيل الخاصة بالبنك الزراعي وامتحان البنك الزراعي وعملية التعيين، وهل ماتيريال البنك الزراعي هي نفس ماتيريال المصري والأهلي. كل التفاصيل اللي بنسأل عليها في الجروبات ومش عارفين احنا هنمشي الدنيا فيها ايه. مش عارف انا هذاكر منهي ماتيريال، طب انا ماتيريال في المعهد المصرفي، طب هل المعهد المصرفي امتحن هناك يبقى خلاص ماتيريال خاص بالمعهد المصرفي، طب البنك الزراعي بنك حكومي يبقى زي الأهلي ومصر. كل التفاصيل دي، وانا شفت يعني اغلب زمايلكم كلكم يعتبر على الجروبز يعني مفيش، كله تايه بمعنى اصح. فان شاء الله الجروب ده هيبقى خير دليل ليك انك تدخل، لا انا عارف الماتيريال عباره عن ايه، عارف الامتحان نظامه ايه، عارف كل حاجه. والسبب الرئيسي في التوهه دي ان البنك الزراعي مش دايما بيفتح عمليات توظيف وكده. هو بس اخر حاجه كان منزلها، نزل في 2018، بعدها في 2022، بعدها دخل ناس كده يعني شبه تقديرات عاليه. خصوصا يعني هو بيفضل التقديرات العاليه جدا، تقديرات عاليه كده بالايه، بالحب بمعنى اصح، اللي هو انترفيو بسيط ويلا ادخل اتعين على طول. تمام. الفكره كلها بالنسبه لي في الفيديو ده انا هتكلم على كل التفاصيل وازاي اذاكر وازاي اجهز للامتحان ده بعد ما هو نزل مسابقه طبعا في الجرايد وعلى الويب سايت بتاعه وفي كل حته. المسابقه دي منتشره الفتره دي، فان شاء الله الفيديو ده زي ما اتفقنا هيبقى خير دليل ليك انت تعمل ايه في البنك الزراعي، انا ذاكر ازاي، انا اعمل ايه. تمام. بصفه عامه هنرد على اول سؤال. بالنسبه لي هل البنك الزراعي هو بنك حكومي؟ حلو، انا بالنسبه لي انا بنك حكومي. تمام. خلاص انت حكومي، طب انا حكومي زي ايه؟ هنقول زي الام بي اي اهلي المصري، وزي بنك ايه؟ زي بنك مصر. الفكره انا كلها إيه؟ الفكره كلها بالنسبه لي انا دلوقتي بنك الزراعي، هل انا مع نظام الام بي اي وبنك مصر؟ الفكره كلها معايا في ايه؟ اللهم صل على محمد. البنك الزراعي نظامه المفترض، يعني احنا هنجيبها من الاول خالص. المفترض ان كان زمان قبل 2020 والكلام ده كان ام بي اي وبنك مصر واي بي اي كلهم نفس النظام، بيمتحنوا في المعهد المصرفي بطريقه معينه بنظام امتحانات معين عباره عن ريكوردات واكمل، ونظام يعني شبه عقيم حبه. يعني انا ما كنتش بشوفه نظام ينفع اعمل بيه ايفالويشن لشخص هيشتغل في المجال المصرفي. فبالنسبه لي كان النظام القديم كده كده ايه، فاكس قوي، اللي هو لا انت نظام عقيم قوي. فبنك مصر والام بي اي والاهلي المصري الاثنين طوروا، وطبعا عملوا الامتحان حاليا اللي هو الفيرزنت. الامتحان ده اللي هو عباره عن 6 بورت انجلش، وعباره عن اي كيو نيوميريكال، وعباره عن ابيليتي، وعباره عن بيهيفير اللي اتفقنا اللي هو غير تقييمي. ده بالنسبه للام بي اي وبنك مصر. طب خلاص انا هل الزراعي زيهم؟ انا شفت كذا بوست على لينكد ان بياكد يقول لك لا ده هو نفس الماتيريال وبصمج ده وذاكر ده واعمل على اساس ان هو 6 بورت انجلش واي كيو نيوميريكال بصمجه زي ما كنا متفقين. لا لا خالص، الكلام ده مغلوط قوي. ليه؟ عشان الاي بي اي البنك الزراعي المصري بيمتحن فين؟ بيمتحن في الاي بي اي، ده مبدئي. بيمتحن في المعهد المصرفي، تمام زي الفل. طب ما هو ممكن برضه يكون امتحن في المعهد المصرفي، في ناس امتحنت بنك مصر في المعهد المصرفي وراحت امتحنت في الاي بي اي في اللهم صل على محمد في المعهد المصرفي، وامتحنوا بنظام الفيرزنت اللي هو الخاص ببنك مصر والبنك الاهلي. بس لا، الاي بي اي مع البنك الزراعي المصري ليه نظام معين، ليه كريتيريا معينه اللي هي خاصه بالمعهد المصرفي. الامتحان بتاعه ونظامه هنوضحها دلوقتي. اول امتحان هناك بيكون انجلش. حلو. الانجليش هل هو فيرزنت؟ مش فيرزنت. انا مش 6 بورت، مش 6 بورتس انجليش خالص، انا مش كده. في اي كيو. هل انا الاي كيو نيوميريكال بنك مصر والاهلي؟ لا. حلو. في بانكينج واكاونتنج. الفكره هنا ان هما في بانكينج واكاونت، ده خير دليل ليك ان لما تلاقي البانكينج والاكاونت ذكروا في امتحان بنك فانا خلاص كده انا هيأت نفسي ان انا تبع الاي بي اي. يعني ايه تبع الاي بي اي؟ هفهمك دلوقتي يعني ايه تبع الاي بي اي. زي ما اتفقنا انا كزراعي هكون تابع لل انا كزراعي هكون تابع للاي بي اي المعهد المصرفي المصري. حلو جدا. طب ايه الكريتيريا بتاع المعهد المصرفي المصري؟ طالما انا تابع لحاجه يبقى انا همتحن نفس نظامها. في يعني في حوالي 12 بنك هناك بيمتحن في المعهد المصرفي، نفس النظام هيكون خاص بالبنك الزراعي.
المعهد المصرفي بنوك زي اسكندريه، القاهره، تعمير واسكان، هينطبق نفس الكلام على البنك الزراعي، اللي هو عباره عن ايه؟ هيكون بالنسبه لي اول حاجه انجلش، بينقسم لحاجتين: جرامر، ام سي كيو. تلاقي اسئله جرامر، قاعده اف، شويه ازمنه، حروف جر، كل ده خاص بالمعهد المصرفي والجزء الانجليش. تمام. الجزء التاني هيبقى ريكوردز وايه وباسج. طب انا كريكورد نظامي ايه؟ هيبقى عباره عن ريكورد معايا كده، مثلا مدته 2 minutes، بسمعه. في فرصه ان انا اسمعه اكتر من مره، عكس نظام الاهلي ومصر اصلا. في جزء اللهم صل على محمد، في جزء الريبيت مثلا، او جزء الديكتيشن، او جزء السينس بيلد، هناك بتسمعه فور وانس مش اكتر، مره واحده. انما هنا ممكن اسمعه اكتر من مره. ازاي؟ يعني ممكن اسمع الريكورد بتاع 20 مره عادي، وعليه تحته ام سي كيو على الريكورد، بيحكي لك ستوري. مثلا حد راح حديقه هو ووالده وحصل موقف معاهم هناك، واحد قرر يتبنى كلب او حاجه، واحده قررت تسافر وقابلت صاحبتها هناك، يسالك يقول لك قابلتها فين، طب هي قابلت مين، طب قابلتها الساعه كام. كل المعلومات دي بتبقى منشند، مذكوره في الريكورد. تمام. ده بالنسبه للريكورد دون. طب كباسج، باسج اللي هو نظام الثانويه العامه لو نفتكره، عباره عن قطع قدامي كده فيها شويه سنتنس، برضه سمول ستوري بيتكلم على حاجه. تمام كده. بالنسبه لنا احنا هنرتب جزء الانجليش الخاص بالبنك الزراعي اللي هو في الاي بي اي في المعهد المصرفي. انا مسحت السبوره عشان نبقى يعني موضحين كل حاجه بشكل افضل، عشان هي كانت متلخبطه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لي الانجليش، اول حاجه زي ما اتفقنا هو في جرامر، عباره عن نقط ام سي كيو، مثلا بيتكلم عن حروف جر، ازمنه، قاعده اف، وشويه افكار بيتكرروا في المعهد المصرفي. وده طبعا متوفر في الماتيريال الخاصه بالاي بي اي اللي هي البنك الزراعي المصري. كل الجمل اللي اتكررت في المعهد المصرفي، وكل الجمل اللي جت ام سي كيو كجرامر كاي حاجه، موجوده في الماتيريال الحمد لله. يبقى اول جزء بالنسبه لي في الانجليش جرامر. تاني جزء بالنسبه لي هيكون عباره عن ريكورد، بسمعه وعليه ام سي كيو. تمام. تالت جزء بالنسبه لي هيكون باسج. الباسج بالنسبه لي زي ما اتفقنا سمول ستوري، بيحكي لك عن اي موقف يعني او اي قصه، ويجي لك تحتها برضو ام سي كيو في هيئه نقط. الفكره كلها ان الامتحان مقدور عليه، بس نذاكر الماتيريال كويس، ونذاكر الجرامر كويس قوي قوي قوي، ونأكد على الجمل. في ملف خاص اصلا بالامتحانات السابقه بتاع الاي بي اي، ده بيكرر منه كل الافكار. حلو. بالنسبه للريكورد، انا موفر 3 ويب سايت بندخل عليهم، منهم واحد مهم قوي. لا احنا موفرين 4 يا ربي، 4 ويب سايت. الواحد ده بقى الرابع الاخير بتاعهم، ده اهم واحد اصلا، ده بيجي منه نسبه كبيره، عشان ده اصلا الويب سايت بتاع الامتحان نفسه الخاص بالاي بي اي، خاص بجامعه كامبريدج. تمام. الريكورد بيبقى محتاج تدريب شويه، ان انا اسمع وايه واخش احل الام سي كيو على طول. فبالنسبه لي الريكوردات مهمه، عشان ده جزء الليسننج، وده كلنا عندنا اغلبنا يعني، عشان طبعا الانجليزي مش لغتنا الام، بالنسبه لنا هو ايه المشكله الكبرى. بس لو دخلنا على الثري ويب سايت والفور بتاعهم اللي قايل عليه، واكدنا على الفور، اوعدك انك هتحل الريكوردات دي بسهوله جدا. والجميل في الموضوع ده ان الريكوردات بتبقى اللهم صل على محمد، الريكوردات نفسها يعني ممكن اسمعها كتير 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 قوي، ودي حاجه حلوه، عكس امتحان اهلي ومصر بسمعها مره واحده بس. زي الفل جدا. طب الباسج مفيش اهطل منه، يعني مش هقولك مفيش اسهل منه، لا مفيش اهطل منه. كده كده في الماتيريال الموفر بتاع كام اكتر من موضوع تكرروا في امتحانات، وملف خاص بالمواضيع. باكد لك على الفكره، انما هو بيعتمد على مواضيع بسيطه، او بيحكي حاجات بسيطه، ممكن يبقى فيها الفاظ صعبه شويه بس بيسالك عليها تحت، بس مفسره نفسها. بس احنا لو ظبطنا الماتيريال دي كانجلش كلها على بعض، ذاكرنا ملف الجرامر وجزء الام سي كيو اللي معاه والامتحانات السابقه، دخلنا على الاربعه ويب سايت اللي انا جايبهم، واكدنا على كل النقط، وسمعنا الريكوردات وحلينا اكتر من مره بالذات الرابع، كده انا ضامن. طب بالنسبه للباسج، حليت شويه الباسج اللي موجود كده. بالنسبه لي امتحان الزراعي انجلش انا يعني بيرفكت فيه، مفيش حاجه تقدر تعملها اكتر من كده. حلو جدا. ندخل على النقطه اللي بعدها. انا بالنسبه لي في الاي بي اي مثلا، فرضا انا رحت مثلا امتحن لبنك اديب، انا رحت مثلا امتحن لبنك ابو ظبي التجاري، الفكره كلها في ايه؟
يعني انا بذكر كمثال وهرجع تاني لموضوعنا. ذكرت ده ليه؟ عشان امتحانه فين؟ في الاي بي اي. طب انا كان امتحاني في الاي بي اي، طب انا همتحن زي الانجليش ده كده؟ هتمتحن انجليزي، وهتمتحن اي كيو، وهتمتحن مايكروسوفت، وهتمتحن بانكينج. الفكره كلها في ايه؟ بتروح تمتحن لي لوكشه الامتحانات دي على بعضها، واقول لك يلا يا معلم روح. لقيت شهادة تكلمك بعد كده لو انت اكسبتد، اقول لك يلا انت برافو عليك اكسبتد، تعال ادخل يلا البيرسونال انترفيو او الفاينل انترفيو، عشان انت النظام القديم ده بتبقى عامل الانترفيو قبلها وتكمل عادي. حلو. طب انا هنا في الزراعه، عشان انا في الاي بي اي هروح اعمل كده نفس الكلام؟ لا مالهاش علاقه خالص. طب في الزراعه هتعمل ايه؟ طب في الزراعه تمتحن انجليزي عادي خالص، يقول لك روح امشي يلا. ممكن بقى بعد شهر بعد شهرين يقول لك تعالى امتحن اي كيو. يعني هي الفرق في الزراعه اللي هو بيطول شويه في عمليه التوظيف بتاعته، بتاخد مده كبيره. يعني انت بتروح تمتحن انجليزي بس، مفيش حاجه تانية، انا امتحن انجليزي بس. بعد فتره بيكلمك تيجي تمتحن اي كيو. تمام تمام. زي الفل. في كمان بوينت كنت عايز اذكرها، ان الاي كيو بتاعه هو الخاص بالمعهد المصرفي عباره عن مسائل شورت، رسومات بيانيه، وعباره عن مسائل نيوميريكال لفظيه. تمام. مثلا بيحكي لك قصه حد معاه فلوس صرف منه فلوس واشترى حاجات بديسكاونت، معاه 100 صرف 80 جنيه، والحاجات اللي ب 80 دي كان فيها اصلا حاجه منها ب 50، والحاجه اللي ب 50 دي كان عليها ديسكاونت. مساله لفظيه بقى الحاسبه تتحل بسرعه. تمام. الشورتس كده كده برضه متوفره في الماتيريال بتاعنا، وبتيجي نفس الافكار بالظبط، واوقات تكرر بالارقام كمان. تمام. وكده كده الماتيريال مغطيه الجزء ده كله. ليه بقى؟ عشان بصفه عامه الاي كيو هناك شامل كذا جزء. ممكن يجي لك رسومات بيانيه رسمتين، سؤالين نيوميريكال مسائلتين لفظيتين، ممكن يجي لك متتاليات يقول لك مثلا 3 3 5 8، الرقم اللي بعده ايه، هكذا يعني. فدي المتتاليات برضو، في ملف كامل للمتتاليات. حلو. طب في ملف كامل للشورتس. حلو. في ايه كمان؟ في ملف كامل لكل الاسئله اللي جت في امتحانات سابقه، زي هنا الانجليش، يبقى في الاي كيو امتحانات سابقه برضو متوفره. تمام. الفكره كلها في الامتحان الزراعي هو زي ما تقول ملوش ملكه كده، فانت مش فاهم له. بس لغايه دلوقتي اللي احنا وصلنا له يعني من زمايلنا اللي في اداره الزراعي ده اللي اتقال لنا. تمام. وكامتحانات سابقه برضو يعني اتقال لنا في التجارب سابقه الناس برضو. تمام. الفكره كمان في ايه؟ ان اوقات مش دايما برضو بيخليهم يمتحنوا اكاونتنج وبانكينج. ايه اكاونتنج وبانكينج ده يا مستر؟ اكاونتنج وبانكينج مصطلحات مصرفيه، بيزكس اكاونتنج، واوقات كمان بيزكس ايكونومكس. ده كله بيبقى امتحان شامل واحد بيتكلم فيه اختيارات ام سي كيو عن مصطلحات مصرفيه، واسئله محاسبه، واسئله ايكونومكس. تمام. وده برضو حصل مع ناس وما حصلش مع ناس، بس احنا بصفه عامه عشان نبقى في الضمان احنا هنذاكر ده ونذاكر ده ونذاكر ده. نستنى الزراعي يكلمنا قالوا تعالى امتحن، خلاص انا كده كده مذاكر ده ضن وده ضن وده ضن بالنسبه لي، انا راجل جاهز. انا هعمل زي سمول ريفيجن هنا وهنا وهنا كده، راجل تمام جاهز لك. رحت له دلوقتي بيقول لي يلا امتحن ده وتعالى بعد فتره امتحن ده، ما عنديش مشكله زي زمايلك اللي فاتوا. طب خلاص فاجئني وقال لي طب امتحن ده وبعده ده وبعده ده، تعالى انا جاهز. انت فاهم؟ وكده كده الماتيريال مغطيه الجزء كله. هو الجزء الاصعب اللي بيوقع الناس كلها جزء الريكوردات، وزي ما اتفقنا هو متغطي بالجزء ده. تمام. كده احنا جاوبنا على سؤالين مهمين جدا، اللي هو ماتيريال البنك الزراعي عامله ازاي، هنمتحن فين، معهد المصرفي طبعا مدينه نصر وراتبه مول. طب بالنسبه لي الماتيريال اجيبها ازاي؟ كده كده هسيب التليجرام والواتس بتوعي في الوصف وفي البايو كمان، تقدر تتواصل وهناخدها على طول. مفيش مشكله خالص، واقول لك تفاصيلها. الفكره كمان معايا بالنسبه لي في ايه، وتفاصيلها هتبقى يعني كويسه قوي بالنسبه لكلكم فريش جراد يعني وكده. تمام. بالنسبه لي كده انا ضن بنك زراعي، وفهمت الدنيا كلها فيها ايه. يعني انا حليت بالنسبه لي يعني اكتر المشاكل اللي مجنناني او تعباني، انا مش عارف اذاكر منين. لا خلاص احنا وفرنا السورس، وسورس مضمون الحمد لله، وكده كله تمام. كده بس بقينا 2 بوينتس هنتكلم فيهم هنا، نقطه مهمه قوي ونقطه التانية اهم منها. تمام. كده احنا اتكلمنا على كل تفاصيل البنك الزراعي وكل السيناريوهات اللي ممكن تحصل لي، الوارد تحصل. تعالى نعمل زي سمر صغير كده. احنا اتفقنا اللي انا ممكن اروح وامتحن انجليزي وامشي، ويقول لي بعد فتره تعالى يا معلم امتحن اي كيو وامتحن اكاونتنج، او اروح امتحن كله على بعضه. فانا بصفه عامه هذاكر الماتيريال كويس قوي 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 قوي، والماتيريال الحمد لله متوفره. يعني عارف إن هي مش متوفره في اي مكان، واي ماتيريال هتبقى يعني مش كامله او ناقص منها جزء. لا، الماتيريال دي عباره عن امتحانات سابقه، وعباره عن حاجات للبراكتس للممارسه، يعني شامله كل حاجه. يعني انت مش هتحتاج حاجه بعدها، هتذاكر دي هتروح الزراعي يبعت لك توكل على الله،
اكد عليها، راجعها كويس، روح انت كده ضن قبلت زراعي الحمد لله. الفكره بعدها بيدخل بقى بيرسونال وتكنيكال وكاكا، الحوار ده بنتكلم فيه ايه بعدين. وكاكا كان فيديو للبيرسونال والتكنيكال خاص بالاهلي ومصر، ممكن نعمل فيه الاسئله الشخصيه والاباوت اس او عن البنك نعتمده عن زراعي بس مش اكتر. في بقى نقطتين انا كنت عايز اتكلم فيهم. النقطتين اللي كنت محتاج اتكلم فيهم ضروري بقى. النقطه الاولانيه، البنك الزراعي عنده حاجه معينه كده، دي اتقالت لي من اداره ناس في الهيد اوفيس بتاع الزراعي نفسه، تمام. ان الزراعي بيقدر قوي قوي التقديرات العاليه، امتياز مع مرتبه الشرف، جيد جدا. التقديرات دي بالنسبه للزراعي مهمه جدا جدا، حتى ده بند اساسي في اللائحه اللي نازله، او الكونديشنز، او بمعنى اصح الشروط اللي هو حاططها انك تقبل. يقول لك يحق للبنك اختيار اعلى التقديرات. ليه بقى؟ عشان احكي لكم قصه بسيطه كده. الزراعي الفتره الاخيره او في السنين اللي فاتت كان بيعمل ايه؟ على الرغم ان هو مش بيعمل مسابقات، هو كان بيدور في كل دفعه في كل جامعه في مصر على الناس الاوائل. حلو. وانا ناس كتير يعني على اصدقاء ليا وعلى معرفه شخصيه بيا حصل معاهم الحوار ده. يدور على اوائل الدفعات، اول مثلا 5 اول 6، يبعت لهم مكالمه تليفون: الو السلام عليكم، معاك البنك الزراعي، احنا عايزينك تيجي تشتغل عندنا، عايزينك تبقى معانا، يشرفنا حد بالتقدير ده يبقى عندنا. فدي يعتبر في البنك الزراعي بس، يعني بيقدر الحته دي، وهو الوحيد اللي بيدور على الناس في الحته دي بالذات. بيقدر التقديرات العاليه جدا 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 ومراتب الشرف. فهو كان دايما بيرن على الناس دول ويقول لهم تعالوا يلا انت جيت، انا مقدر انك كنت راجل جايب امتياز في 4 سنين وطالع من اوائل الدفعه، فماشي هعمل لك امتحان. هي طبعا حته حبي قوي بالحب قوي، بس مالناش دعوه، هم دماغهم كده. مفيش بنك انا مش هخليك راجل مصرفي بدون ايفالويشن، بدون تقييم ليك، بدون ما اخليك تعمل يعني اي تيست اي اكزام، اشوف على الاقل انت ممكن تكون بتغش 4 سنين يا معلم. فهو دماغه مقضيه على كده، بره عننا مش بتاعتنا. الفكره كلها بالنسبه لي انا كبنك زراعي كنت بعمل ايه؟ كنت برن على الاوائل: الو تعالى انا عايزك معايا. فالبنك الزراعي كانوا بيروحوا ما يمتحنوش ولا اي حاجه، يعملوا انترفيو حبي قوي، يلا امضي عقدك، تمام. فستيل دي موجوده برضو. ازاي؟ لو انت جايب تقدير عالي، انا مش بقول لك انت مش هتمتحن، لا انت هتمتحن عادي خالص. لو جايب تقدير عالي في احتماليه بسيطه ان البنك ينجز لك البروسيس بتاعك. بمعنى يلا امتحان انت النهارده انجليزي واي كيو، ويلا يلا احنا عايزينك معانا. مش امتحان انجليزي بس ونطول البروسيس، انت فاهمني؟ لا امتحان انجليزي يلا واي كيو، وخد جزء الاكونت كمان وذاكره، حله يلا، عشان بقى انت كده كده احنا عارفينك هتنجح حد كويس جايب تقدير بقى، عشان نبقى عايزينك، احنا محتاجينك. هو البنك دماغه مقضيان ان التقديرات العاليه في الكليه رغم ده مش شرط ثابت خالص، مش حاجه ثابته. انا اعرف ناس جايبين جدا، جايبين جيد وجايبين مقبول كمان، بس كانوا شغالين اثناء الدراسه، بس دماغهم توزن 1000، تمام. هي مش شرط خالص، بس احنا بنتكلم على زراعي دلوقتي، بنخصص حاجه ان البنك الزراعي المصري، انا بالنسبه لي كبنك زراعي مصري، اهم حاجه التقدير بتاعي. التقديرات العاليه البنك الزراعي المصري بيقدرها جدا وبيحبها جدا جدا جدا. فده بالنسبه لي بتبقى فرصتك عاليه، اللي هم من اوائل الناس اللي هيتبعت لهم المسج او المكالمه بتاعه تعالى امتحن زراعي في الاي بي اي، هيبقى الناس اللي تقديراتها عاليه. دي النقطه الاولانيه اللي كنت محتاج اتكلم فيها. النقطه الثانيه، ممكن بس مش اكيد ما تمتحنش، في اوقات مش هتمتحن بينجز البروسيس بتاعهم، او تمتحن ويبقى كله مع بعضه. يعني ده بمعنى صح، عشان في ناس كتير لما قلت الجمله دي في بوست على الفيس قالوا لي يعني مش هنمتحن، انا جايب امتياز، انا طالع اقول على الدفعه لا هتمتحن. بس انا بقول لك حصلت مع بعض الناس، يبقى حاول اخليكم فاهمين كل حاجه. حصلت مع بعض الناس اللي هم دخلوا من غير امتحان، تمام. عشان دي طبيعه البنك الزراعي، بيرن على الناس تعالى الاوائل تعالى احنا عايزينك. ومش جايب يعني في ناس جايبه امتياز ومش اوائل دفعات، فبالنسبه لهم ده هيبقى عادي برضه، بس اللي تقديره عالي من اوائل الناس ان الزراعي هيكلمهم. دي اول جزء انا كنت قايل عليه. وبعدها تاني، لا انت ممكن تمتحن عادي برضه والبروس عادي خالص. فانت الطبيعي بتاعك هتعمل ايه؟ هتذاكر. انا جايب امتياز زراعي اول دفعه، هتذاكر عشان طالما في مسابقه وكده يبقى هتمتحن. بس احتمال اكبر ان زي ما اتفقنا نمتحن ال3 امتحانات مع بعض. النقطه الثانيه اللي كنت محتاج اتكلم فيها بقى خاصه بايه؟ بالتقديم واخطاء التقديم. في كذا بوينت ركز عليها عشان لسه طبعا فتره التقديم ما اتقفلتش. في اكتر من نقطه انا محتاج تركز عليها معايا، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا صيغه الملفات، انت كده كده المساعد الاول ليك هنا في الاول والاخير يعني هيبقى شات جي بي تي، هترفع اي حاجه عليه، والرفع بقى ترفع وتقول له تمام. فانا بالنسبه لي المساعد الاول والاخير ليا هنا هيبقى شات جي بي تي. اي ملف هرفعه هيبقى بصيغه بي دي اف او جي بي جي او بي ان جي. فالفكره كلها في ايه؟ خليك بي دي اف وخلاص. ابعت اي صوره مثلا، اي حاجه طالبها بقى، شهاده تخرج، بطاقه، اي حاجه تبعتها له وتقول له خلي لي ده بصيغه بي دي اف.
او ممكن في ويب سايت اسمه I love PDF، بيعملوه مجاني يعني، بستخدمه انا دايما، حلو جدا. دي بالنسبه للنقطه الاولانيه. برضو النقطه الثانيه في النسب، ما نكتبش في المية. مثلا لو عايز التقدير النسبه بتاعي، النسبه المئويه، ما اكتبش علامه في المية، لا البرسنتج مش هكتبها. طب انا جايب 85.5%، ما اكتبش النص عشان اي علامه عشريه، لا برضو. تمام، هكتب 85 بس، 86 بس. تمام، مفيش برسنتج. اي خانه عندك بقى فيها علامه ستور نجمه كده، دي لازم الزامي اجباري لازم تكتب ايه المعلومه اللي فيها. اخر موعد للتقديم هيبقى 6 نوفمبر 25. تمام، اللهم صل على محمد. اهم حاجه الكود طبعا اللي بيوصل لنا ده، اللي هو بيأكد لك انك سجلت بنجاح وكده. ولازم بقى نراجع كل المعلومات، نأكد عليها، الرقم القومي، البريد الالكتروني، المعلومات الشخصيه، والتسجيل بتاعك بيبقى الرقم القومي. فانت التسجيل بتاعك ما دام عملت سيف او عملت حفظ، فالتسجيل بالنسبه لي هي ليك مره واحده بس مش اكتر. كده احنا اتكلمنا على كل النقاط الخاصه بالبنك الزراعي المصري، من تقديم، من ماتيريال، من كل حاجه. كده الفيديو ده شامل ليك في اخطاء تقديمك في البروسيس بتاع التعيين. وطبعا بروسيس التعيين عاديه خالص زي الاهلي ومصر، بتروح تعمل ايه؟ بتروح تمتحن، الامتحان ده عادي خالص، امتحاننا وكله ضن. يجي بعدها بفتره يكلمك يقول لك تعالى بيرسونال، وده ان شاء الله ممكن نبقى نعمل له فيديو. نجحت بيرسونال يقول لك تعالى تكنيكال، نجحت تكنيكال خطوات التعيين عاديه، طب امني براحتك بقى، اتعامل عادي، تمضي عقدك، وربنا يوفقكم جميعا. كده كده ان شاء الله انا هسيب وسائل التواصل تحت عشان محتاجين الماتيريال، محتاجين اي استفسار، مفيش اي مشكله. والفيديو ده كده ضن وغطى كل الاجزاء الخاصه بالبنك الزراعي المصري، انا عامله مخصوص عشانكم عشان جالي اسئله كتير عليه. وبس، وشكرا جدا. متنساش نشترك في القناه ونعمل لايك وتدعمنا. وكان معكم محمد رضا من قناه الكون فاي. حبيت كمان اذكر ان في سيشن متوفره لجميع البنوك المصريه، البنك الاهلي، بنك مصر بنظامهم، والبنوك الممتحنه في المعهد المصرفي، القاهره، اسكندريه، تجاري، وفا، عقاري، تنميه صادرات، قناه السويس، اهلي كويتي، تمويل كويتي، تعمير واسكان. اي بنك ممتحن في المعهد المصرفي متوفر ليه ماتيريال خاصه، ومتوفر كمان سيشنات لشرح جزء الاي كيو اللي هو الاصعب في المعهد المصرفي. وكمان متوفر سيشنات كامله لشرح جميع افكار الاي كيو بامتحانات سابقة. والجزء الانجليش في الاهلي ومصر متوفر هو كمان بامتحانات سابقة والاسئلة الاكثر تكرارا. كل ده نقدر نحصل عليه ازاي؟ نتواصل على الواتس ده او التليجرام ده. شكرا.